ازيكم يا اصحابي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال، ورجعت لكم تاني بفيديو جديد. وانا اسفه ان انا اتاخرت عليكم يومين، بس كنت مشغوله بشويه حاجات تانية. كمان كنت بنزل فيديوهات على الشيرت يعني. المهم، هقول لكم حوار الشيرت ده اللي انا تفاجأت بيه. المهم، لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمه دي قناتي، بتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس اوعي تنسي اللايك وشير سبسكرايب كومنت حلو كده منك يشجعني، ويلا بينا نصلي مع بعض كالعاده على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى يا بنات، انا لسه قناتي ما اترجعتش، يعني انا لسه بحقق الشروط، وباذن الله بكم باذن الله تحقق تمام. اذ فوجئت ان ما خير اللهم اجعله خير، ان اليوتيوب كل يوم يطلع لنا يعني احصائيات وحاجات جديده. طيب الشريط دوت موجود بقاله فتره تمام، شكرا يا عم الحاج. طب انت ليه زودت علينا بقى ايه زي شرط جديد كده هوت، ان انا لازم احقق 10 مليون مشاهده على الشريط؟ تفهموش ازاي 10 مليون ده هيجوا ازاي؟ بيكوا طبعا ان شاء الله. المهم، فانا لازم بقى ايه، بدل ما انا كنت كل فين وفين كده، يعني ايه كل 5 6 7 اسابيع مره انزل حاجه على الشريط، لا بقى ازاي؟ بلاش عماله يعني كل جهدي ويعني اجتهادي ومجهودي وعماله اشتغل ومنتج واعمل، والانسه هي في الاخر يعني بتمنتج معايا وبتطف عليا، انتوا سامعين طبعا. طب وبعدين قلبي، فقلت ما اضيعش بقى المجهود ده كله على الفاضي. فيلا يا بنتي، انت بتسعي ربنا لسه يا عبد وانا اسعى معاك، يرحمك الله يرحمك الله. فقلت اعمل اللي عليا والباقي على ربنا. المهم، فشغاله بقى هنا وشغاله هنا والله المستعان. اشتريت فيديوهات قصيره وكلام من ده، بس في نفس الوقت برضو أنا عشان اعمل مونتاج ده دقايق ووقت بيتاخد من بيتي ومن حياتي. بصوا، انا فكرت اعمل مشروع. انا متعوده على الشغل تمام. انتوا ما تعرفوش عني حاجات كتيره، وفي يوم كده هو باذن الله بس ايه القناه تتظبط للوقت اللي انا عايزاه، واحكي لكم عني بحاجات كتيره واعرفكم عني اكتر. فانا واحده متعوده على الشغل وحق، يعني ايه وقعت في حاجات كتيره قوي، فمريت باكتئاب كتير قوي، يعني سواء اللي حواليا يعرفوا او ما يعرفوش. ف ما اعرفش، يمكن ببقى عايزه حاجه ليا، فاهمين قصدي؟ بدل ما انا ملوحه في البيت وفي كده. بس بيجي عليا وقت اكلم نفسي، مش هكذب عليكم، ان ده رزق بتاع ربنا وببقى مبسوطه فيه. انا لما بتعب البيت بيقع، انتوا فاهمين ازاي؟ ايه ده، هو انا كده؟ عارفين انتوا البيت من غير ماما ولا حاجه، البيت من غير تيتا ولا حاجه، البيت من غير خالته اللي هي الام، البيت دي البيت من غيرها رايح في الدمار. انا اللي بقيت في الموضوع ده. فدي مسؤوليه حلوه قوي، مسؤوليه كبيره طبعا من عند ربنا، بس هي حلوه، رزق كبير من عند ربنا. انتوا فاهمين ازاي؟ لما عيل من العيال بيتعب البيت كله بيتدمر. لما مش شرط انت بتتعبي، البيت كله بيتدمر نفسيا وجسمانيا. وسبق قلت لكم لما يكون الجسم النفسيه تعبانه بتاثر على الجسم، الجسم بيتعب. فالحمد لله، تحسي ان هو فعلا سبحانك يا رب. اسره البيت مكمله بعضها. البيت مش هيمشي من غير هي ست البيت نفسه. عشان كده كلمه ست البيت ما كانتش من فراغ، يعني اللي ما بتشتغلش دي ما تزعلش. هو انا قاعده بعمل ايه في الدنيا؟ انا قاعده في البيت بخدم وبشرب واكل وبس. انت شغلانه البيت، انت ست البيت كله، انت من غيرك البيت ولا حاجه هيقع، حقيقي اقسم بالله البيت من غيرك هيقع. فخليكي فخوره بنفسك دايما ان انت الملكه بتاعت البيت. كلمه ست البيت ما كانتش من فراغ، انت الست بتاعته، انت الملكه بتاعته تمام. فشابوه، وشكرا شكرا لكل وشكرا لكل اخت، شكرا لكل بنوته، شكرا لتيتا، شكرا لامي، شكرا لحماتي، شكرا لاختي، شكرا لبنتي. البنت نعمه في الحياه، زي ما الراجل كمان نعمه في الحياه، اللي هو الاب والاخ والزوج والابن هو سند برضه. صح يا اختي؟ صح. برضه زي ما البيت من غير الام ولا حاجه، هو البيت من غير الاب ولا حاجه، فعلا ولا حاجه. باباكي هو سندك، هو ظهرك، يعني هو اللي سترك. يعني احنا من غير بابا تحسي ان الظهر مكسور، فاهمين ازاي؟ فربنا ما يحرمش حد لا من امه ولا من باباه. البيت من غير ضرب في البيت ولا حاجه، البيت من غير البنت في البيت ولا حاجه، البيت من غير الولد في البيت ولا حاجه، لان كله مكمل بعضه. فاهمين الفكره؟ ولو البيت ناقصه حد، دي بتاعت ربنا اكيد متوصله بحاجه تانية مكملاه. فدايما نقول الحمد لله على السراء قبل الضراء، زي ما بنقول الحمد لله على الضراء قبل الضراء، انا اسفه. زي ما بنقول الحمد لله على كل حاجه حلوه، نقول الحمد لله على كل حاجه وحشه. وكل واحد ناقصه حاجه ما يبصش لغيره، علشان اكيد غيره اللي انت شايفاه عنده حاجه اللي مش عندك ده عنده، اكيد ناقصه اللي عندك انت.
كل واحد واخد ال24 قيراط بتوعه، بس بشكل عشان تبقى هي كده. الحياة يبقى فيها، فاهمين ازاي، فيها كلام، فيها عيشة، زي ما بتتفرجي على مسلسل بتلاقيه متنوع، بتتفرجي على برنامج بتلاقيه متنوع علشان تستمر، فاهمين ازاي. اللي عند اختي مش عندي، واللي عندي مش عند جارتي، واللي عند جارتي مش عند قريبتها. فاهمين قصدي ايه، فاهمين بقصد ايه. بس في حاجة واحدة عند الكل، الحمد لله، النعمة والستر والصحة والرزق الحلال اللي بايدك. فالحمد لله على كل حال. انا برضو بسعى ان انا يكون عندي حاجة ليا، مشروع ليا باسمي بتاعي. حتى لو كان جوزي ربنا يبارك له ويديله الصحة مكفي بيته بالزيادة، انتوا شايفين بيتي وشايفين ولادي وشايفين الحمد لله. بس ما اعرفش، يمكن انا اتعودت ده يبقى معايا حاجة ليا يا ستي، لو مش هصرفها يبقى حاجة للزمن. مفيش حد فينا بيفتح مشروع او بيعمل كده حبا في اي وقت، مش وقت بيضيع مننا وخلاص. بس اكيد مستنيه منه عائد برضو، مش هنكذب على بعضينا. انا لما فكرت افتح مشروعي ده بالنسبه لي مشروع. فكرته من بيتي، من امور بيتي. ايه، ما انت كده كده بتعملي، ما انا كده كده بعمل، بس فاتحه الكاميرا وبصور. يعني ان انا بعمله هياخد معايا اوام ربع ساعه، مش هتبقى الشقه كلها. لكن يوم ما افتح الكاميرا، لا، ده هياخد معايا نص اليوم واكتر من نص اليوم على ما ادخل البس. ما انا خارجه، ما هو انا كده هو خارجه، الناس كلها هتشوفني، انا لازم البس. حتى لو وشي مش باين، بس انا لازم البس. فاهمين قصدي. ساعات بصور بلبس البيت بس برجع اندم، مش لذيذ، مش حباه. المهم ان انا خدت لكم كده فيديو في السريع، افضفض معاكم شويه، اتكلم معاكم شويه كده عشان وحشتوني بقالي كام مره كده، ما نزلتلكمش يومين كده بالظبط. نزلتلكمش الاربعاء والخميس، صح كده. مش عارفه ده هينزل النهارده، المفروض ده بتاع النهارده الجمعه. كل سنه وانتم طيبين، جمعه مباركه. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين طبعا، عشان احنا كمسلمين جمعه ده عيد في السماء، فدايما نقول عليه كل سنه وانتم طيبين. خدت كده كل حاجه في السريع. احنا كده بابا وزياد نزلوا يصلوا الجمعه، وانا قلت لجاني يلا انا هشطب بقى ايه الحاجات دي كلها. كانت الدنيا زي ما انتم شايفين كده مش متظبطه، فقلت الحق اظبط، لان احنا قمنا على الساعه 10 على ما فطرتهم وكلام من ده. المهم، لو كنت وصلت لحد هنا بقول لك شكرا انت وصلتي لحد هنا من الفيديو. قولي لي في الكومنتات ان انت وصلتي معايا لحد هنا. اوعي تنسيني باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جاي جديد. ولا اله الا الله محمد رسول الله.